والنهارده يا رجاله استلام الفتحه المجانيه السنويه على الايبيكات اللي بتنزلها كونامي ليله راس السنه. لو انت متحمس تشوف فتحه مجانيه ما تنساش اللايك الحلو بتاعك، وليك فتحتين مجانيتين يوم 31 12 اللي هو النهارده و8 يناير. الكل منتظر بفارغ الصبر اللحظه دي وانا منهم. يا راجل ده انا ما عرفتش انام خالص. يلا بينا نشوف العظمه اللي منزلها كونامي، ويا رب ما يكونش فيه خازوق من خوازقها. بس يا ريت قبل ما نبدا يا رب ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ما تنساش دعاء لاخواتنا في فلسطين والسودان، ده اهم حاجه. تعال نشوف حظنا وايه الجديد. نقول بسم الله. دلوقتي الساعه 5 ودقيقه ونقول بسم الله. وعندنا رسميا نزول باكة الايبك الاسبانيش ليج، واللي فيها كويف وفورلان وراؤول. اعلى واحد كويف يوصل 103، وفتحتين مجانيتين على الباكة مخيبه للامان. يبقى كده ده الخازوق اللي كونامي كانت سايبه لنا. فتعال نشوف حظنا يطلع مين، مع انه خلاص يعني كده بقت معروفه. 150 لاعب ده يعتبر ده اللي نزلته كونامي، سهرتنا على الفاضي. نقول بسم الله. انا عارف اللي هو لاعب تعبان عادي. انا للاسف ما كنتش عارف اي حاجه خالص من الفتحه، انا ما اعرفش مين، بس مش تفرق معايا يعني. مراتا 4 نجوم كالعاده يعني احنا كنا مستنيين ايبكات زي السنه اللي فاتت لما كان نزل لنا ديدا ونزل لنا كازياس ونزل لنا، كان فيها ايبكات محترمه. يمكن تيجي من دي. الله الله بتنور. يمكن ممكن يا كونامي يمكن. ده مين ده يا رجاله؟ يعني شوف هي بتوديك وتجيبك. طب هي منوره ليه؟ الواحد بجد مش فاهم حاجه يعني يا شباب. يعني انا مش فاهم الصراحه بجد. اللي كنا عملته ده حرفيا من اسوء القرارات اللي عملتها. وبس كده يا رجاله، دي كانت تغطيتنا للحدث اللي كانت كونامي ناويه تفجره، ولكن هي حرفيا لسه بقول لكم في الانتو في خازوق من خوازقها، ولكن ما توقعتش انها هتعمل كده. صدمه الصراحه. بس كده، سلام.